السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. والفيديو تاع اليوم لقاكم بخير وعلى خير. صليوا وسلموا على الحبيب المصطفى ونبداو وصفتنا لنهار اليوم. على بالي كاين بزاف يخافوا منها وما تنجح لهمش. اليوم جبت لكم وصفه العجينه المورقه، وهذه الوصفه راهي ناجحه 100%، وراح تتعرفوا على جميع اسرار العجينه المورقه هنا. انا البنات خدمت بالعجانه، اللي حبت تخدم بيدها تخدم. في كيلو فارينه نديرو مغرف كبيره ملح، ونزيدو كاس تاع وليد تاع الزيت، ومغرف كبيره خل. والسر كامل راهو في هذيك المغرفه تاع الخل، هو اللي يخليها خفيفه. ونخليوها تدور مليح، نزيدو عليها ماء بارد. الماء البنات عينك ميزانك، ماشي تجريها ولا، بصح الاحسن لا ديري بالكاس وشوفي. لازم يكون الماء هذا بارد باش تجيكم خفيفه، تقول لا بات تاع البريوش. نخليوها تدور مليح، وكما شفتوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون ليس. نطرحوها البنات على شكل زائد بلوس، يعني ماشي نطرحوها كما مرفين تعودتوا تشوفوهم يطرحوها كيما مربع ولا مستطيل. نو، نطرحوها على الشكل هذا، على شكل زائد. ونجيبو 500 غرام من مارغرين التوريق. لازم البنات تكون مارغرين التوريق. تحبوا تسكرفجوها ولا تقطعوها دي بتيتي، انا نفضل تسكرفجوها باش تسهل عليكم الخدمه. وما لازمش تكون بارده البنات، ديروها بحراره المطبخ باش تساعدكم. هنا نفتحوها بالرولو ونسكرفجوها كما شفتوا، ونستفوها بالرولو باش ما تتعبكمش في الخدمه وما تخرج لكمش من لاباط. فوالا، نديرو شويه فرينه باش ما تلصقناش، ونطويوها 3 طيات سامبل. وهذا التور الاول، ونفتحوها بيان. كاين بزاف كيفتحوها تجي خريطه جغرافيه البنات. شوفوا، كل ما تفتحوا سيو تفتحوا كيما هكذا وتستفوا، يعني تعدلوا من الاطراف باش ما تجيكمش مخربطه شكلها هكذا، وتجيكم لاباط تاعكم كامل متساويه. وهذيك الزبده تدخل كامل للداخل بهذه الطريقه. ونبقاو نفتحوا ونعدلوا البنات، افتحوا وعدلوا. وطبعا ديروا شويه فرينه باش ما تلصقناش. هكذا كونوا كملنا الطور الاول. لازم تريح البنات واحد 15 دقيقه. هنا كاين السر، لانه الاغلبيه يقولوا لكم بلي ديروها ورا بعضها. نو، كل ما نخلصوا طور نخليوها 15 دقيقه ترتاح، نغطيوها بابي فيلم باش كي نعاودوا نحلوا لا دوزيام طور تعطينا الطوع، وكي نطبقوها وهذيك تعطينا نتيجه مليحه. شوفوا زي طريه ما شاء الله. كل ما تريح كل ما تجيكم هايله وسهله في الخدمه. هنا فوالا، بعد ما ريحت لاباط نعاودوا نفتحوها وشوفوا شحال طريه كشتوها، ونديروا دوزيام طور. هانا نحلوها دوزيام طور كيما درنا، نسيو نحلو ونعدلو على الاطراف، ونعاودو نطبقوها ونخليوها ترتاح 15 مينوت خلاف. كيما قلت لكم نعاود لكم اسرار العجينه المورقه البنات. لازم لاباط تتعجن مليح في الاول، ومغرف الخل هي السر الكبير، والماء البارد طبعا. هما هادو اللي تروا يعني سكري، هما اللي يعطيوكم عجينه مورقه ناجحه مليار في المية. هنا كنا درنا التروازيام طور ونخليوه يرتاح 15 دقيقه كيما الاولين، ونعاودو نفتحوه بيان. انا شوفوا راح ندير لكم موديلات، وانتم ديروا واش حبيتوا، الاشكال اللي تحبوهم تهزوهم وتخدموهم، يعني ما نفرضش عليكم، ولكن كل وحده والشكل اللي حابه تخدموا. هنا نخليوها كي نخلصوا لا تروازيام طور نخليوها ترتاح شويه باش نبداو نخدموا بها، يعني واحد 10 دقائق ولا باش نبداو نخدموا. هذا بالنسبه اللي يحبوا يخدموها في دقيقتها، يعني مش حيخبيوها في المجمد. واللي يحب يخلص الطريقه هذه ويحتفظ بها في المجمد يحتفظ. البنات نقطعها قدامكم باش تشوفوا النتيجه تاع التوريق. شوفوا ما شاء الله مرقه على الكيف. هنا كيما قلت لكم اللي تحب تخبيها تخبيها. انا هنا راح نعطي لكم دو موديل نصنع لكم بهم باش تشوفوهم زيبان. هنا حطيت نفتحها، راح ندير لكم ميني بيتزا، وراح ندير لكم موديل خلاف يجي جديد، يعني ماشي كامل نستعملوه. نطرحوها عادي. شوفوا نرشوا بالفارينه ونحلو بالرولو. هنا نحلو تري بيان ونعدلو الاطراف تاعها ونقطعوها دوائر الحجم اللي تحبوا كيما راكم تشوفوا. قطعوا ونستفوا
بالنسبه للطريحه كما راكم تشوفوا لهنا في الفيديو البنات، ما تطرحوهاش رقيقه بزاف وما تكونش شويه متوسطه، يعني في حدود 3 ملم ولا 4 ملم خاي تكون مليحه. هي 3 ملم تكون على الكيف. نفرشوا بابي في سامحوني والله العظيم لعبت ساعات تلفلوا الهضره. نفرشوا بابي كويسون في البلاطو تاعنا ونحطو نستفوهم. البنات هنا لي شوت اللي يفضلوا لنا كيما شفتوني ما نعجنوهمش، لي شوت اللي يفضلوا نلموهم ونعاودوا نطرحوهم، نطبقوهم كيما درنا ونعاودوا نطرحوهم بالطريقه اللي شفتوها في الاولى. ومع العلم يعني راح نعطيكم هذه المعلومه البنات، هنا مش راح تعطيكم شفتوا هذوك لي شوت ما يعطيكمش نفس النتيجه الاولى اللي درنا بها لاباط الاولى، يعني باش واحد ما يكذب عليكم. هنا كما شفتوني راني درت لهم الكاس باش تجي شويه البيتزا تاعي نقدر ندير فيها الحشو، لاني راح ندير فيها حشو مغاير مش كيما مالفا. وهذا لو دوزيام موديل. كما قلت لكم لي موديل كاينين بزاف وتقدروا تعتمدوها في المملحات ولا التحليات، يعني ديروا سالي ديروا سكري، ديروا فيهم واش حبيتوا. هنا لو موديل هذا يلزمنا نكونوا درنا المستطيل تاعنا قد يعني الاطراف تكون مسويه تخيبيه، ماشي فيه اطراف خارجين، ونقصوه على شكل مستطيلات هكذا. هاني قصيته اون دو هذاك الشريحه اللي حطيتها، ونزيد نرجعه بالعرض كما نقولوا، نقصوه على شكل مستطيلات، نسويوهم كامل، نحيو احراف هكا نقصوا منه باش يجينا المستطيل مليح، ونعدلوهم هكا اكوتي. دوك تشوفوا واش نديروا بهم هذوك. هاني نقصنا منهم زوج باش يجيونا قد بعضهم الحبات، يعني هاني نقصنا منهم زوج. شوفوا البنات كيفاش لصقوهم هكذا يجي الموديل هذا سما دي بتي كاري، ونحطوا فوقه هذاك الشريط نتاع العجينه من فوق. البنات هنا كي تحبوا تلصقوا العجينه مع بعضها ادهنوها بالماء، ما تدهنوش من الداخل في البيض ما ديروش من الداخل في العجينه. الا حبيتوا البيض من فوق باش تحمر لكم، بصح باش تلصقوها في بعضها ديروا لها الماء، ديروا شويه ماء ولصقوا العجينه كما راكم تشوفوا. هاو الشكل النهائي يجيكم مستطيل وفيه دي بتي دو كاري من الفوق ومن التحت. نقطعوا البنات نكملوا كامل الكميه تاعنا بعد ما حطينا البابي كويسون في البلاطو، ونحطوهم هكا ونلصقوا مليح وين دهنا باش تحكم العجينه بعضها وما يطيروش كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم راهم يصلحوا في التحليات ولا المملحات. هنا راح نعطيكم طريقه الحشوه، يعني زدت لكم من عندي كيفاش درت هذه المملحات تاعي. عندي زوج دو صوص. الاولى نقطعوا البصل عشوائي، يعني ماشي رقيق ولا لازم صغير، نقطعوه كاريات ولا مكعبات ونحطوهم في مقله. نحتاجو تاني طماطم نقطعوها كيما هكا، ما نقشروهاش البنات، نقطعوها تاني دي كاري، يعني على حسب الحجم اللي تحبوه، اللي يحب ياكل رقيق ولا عادي يعني مش لازم صغار خلاص كيما راكم تشوفوا. ونجيبو تاني فلفل حلو، واحد فلفل حلو وواحد فلفل حار. الفلفل الحار اختياري، يعني الا ما كانش حار بزاف يكون موزي ديريه باسكو ما يطلقش الحراره، يطلق البنه ما شاء الله. وإلا كان حار بزاف ليكم الاختيار، كل واحد واش يحب ياكل، كاين اللي يحبها حاره كاين اللي يحبها نورمال، ولا اللي عندهم الاولاد ولا يحبوا يديروا كيما راكم تشوفوا البنات. نقصوا حنا تاع الفلفل تاعنا، نحيولو الزريعه والراس ونقصوه مربعات. البنات كيما قلت لكم الاسرار اللي عطيتهم لكم من اهم الاسرار لنجاحها، ما تخافوهاش كامل صدقوني، قد ما تخليوها ترتاح قد ما تجيكم بنينه وتسهل عليكم الخدمه. هنا حطيناهم في مقله، نحطوا لهم شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه حمار حلو او حار حسب الذوق نتاعكم وانتم لكم الاختيار. هذه لا دوزيام صوص راح نديرها طماطم نقطعها كبيره على روحها باسكو حنرحيها بالاكسوار، وندير لها نص حبه بصله، ندير لها فلفل كحل. وهذاك البنات اللي حطيته راهو رند مرحي، رند كاين اللي عندها دير وريقه رند، واللي ما عندهاش دير رند، واللي عندها كيما هذا دير الرند المرحي. نحطهم يطيبوا في زوج يتقلاو في المقله. هنا بعد ما طابت لي لاصوص نحكم نرحيها بالبغا ميكسور، ونخليوها البنات بقشرتها، راني بد ما خليتها بقشرتها باش تجيني لاصوص ثقيله ما تجينيش لاصوص خفيفه كيما راكم تشوفوا. هنا وجدوا لي دو صوص وراح نشكلهم معاكم
شوفوني البنات حطيت في هذه، صدقوني هاد اون شطيطها يعني ما تعرفوها ولا تكتوكه ولا كيما تقولوا لها. نحطوهم في كل وحده نحطو في الفراغ هذاك اللي جوفته بالكاس، نحطو شويه ونزيد عليهم فخوماج غابي. انا حبيت نبدل لكم البنات الوصفه باش تنوعوا شويه. دائما نديروا الشكل هذا في لي ميني بيتزا، بصح انا درتهم بتكتوكه تجي بنينه البنات ما تشبعش. وهذا راهو الموديل الثاني. نجيبوا له لاصوص اللي درناها، شوفوا البنات كيفاه ثقيله. قلت لكم تعمدت نخلي القشور باش تجيني لاصوص ثقيله وما تسيحش معايا على الاطراف. هنا نفرشوا هذيك لا طوماطيش في النص. وشوفوا جبت البنات طون وفخوماج غابي وكاشير وشامبينيون. هنا لكم الاختيار حسب المكونات اللي عندكم في الدار ولا باش تحبوا تاكلوها بالزيتون، تحطوا زيتون، تحطوا لاصوص وتحطوا فرomage، تحبوا تحطوا الكاشير وتحبوا تحطوا فوقها شويه فرomage شامبينيون. كل ما تكون المكونات بزاف اكيد كل ما تكون مليحه الوحده. هكذا ستفوهم البنات وحطوا فوقهم. دوكا كاين اللي درتهم ما حبيتش نخلط، كاين اللي درتهم اوطون وكاين اللي درتهم بالكاشير. واللي بقاو شوفوا اني درت لهم الشامبينيون البنات. صدقوني بنه ولا اروع. سورتو هذا الموديل انا نموت عليه بنات الحقيقه. هذا واش يعجبني كي نديرهم، نحب نديرهم بهذا الشكل وبهذا المكونات يجيو بنان. شوفوا البنات شاهدكم في الجنه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وخليتكم على خير. نتلاقاو فيديو جاي.